ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي اللي بينورونا على يوميات في مزرعتك بالنسبة للفيس او على اليوتيوب بالنسبة للارانب الاسلامية المتميز للارانب والاعلام. النهارده يا جماعة لقيت ولدت بس مش منتفة كتير، تنتيف خفيف. بسم الله ما شاء الله والدة عدد اهو. هنلمهم بطريقة كويسة عشان كله يتعلم. ادي 2 طبعا انا عايز اعلم الناس كلها تتعامل مع الصندوق اهم حاجه. طبعا احنا حاطين تحت ورقه اهو، الصندوق تحت ورقه، الصندوق تحت ورقه. فاحنا جبنا شويه قش اهو اهو. الناس اللي بتسيب الصندوق من غير قش بتعمل زي عش يا جماعه، اللي هو العش زي عش الفراخ والكلام من ده. وشويه الشعر الخفاف. طبعا احنا حطينا ورقه تحت زي ما وريتكم. وده طبعا اهو المكان هنحط الخلفه. ادي 2 اهوت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، حجم الجنين كويس اهو. تاني مره تولد. ادي 2 كده، 4 5 6 7 8 9 كل حجم واحد، 10 11. الام البلاين جابت لنا 11 ارنب. طيب هل الام بقى ديت هترضع الخلفه دي كلها؟ طبعا لا. احنا هنعمل عمله حلوه. احنا الاول بس ندفيهم وياخدوا بس يوم مع امهم عشان ما ننقلهم نقله امتياز، اللي هو مفيش حاجه بقى تموت. طبعا هم منهم خلفه والده عدد، فتلاقي الخلفه ايه كويس. بعد كده اللي بيتم يا جماعه انك بترفع الام. هي دي الام فلاي، عشان بقول لكم ان انا بحب الفلاي اهو. بتنتف عادي اهو. هنا شعر كثيف، بتبدا تخف شويه لان احنا مش عايزين كتير. ما دام بنحط قش مش عايزين كتير. التنتيف سهل يا جماعه اهو. وعندي الحلمات، يعني بجيب الحلمات كلها عشان خاطر برضو الخلفه من الام تخش ترضع يكون الحلمات بتاعتها باينه للخلفه، لان في العمر ده بيحب يشعبط في الصدر الام على طول اهو. فيديو ممتع يا جماعه اهوت مع الام البلاين. طبعا بعد ما نتفت الام اهي، ام والده ما فيهاش اي مشكله. تعالى خش في الصندوق. طبعا يا جماعه شايفين